السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص بقى الطبق بتاعنا النهاردة الجميل بيتكلم عن نفسه، معروف ده ايه طبعا، مش محتاجة انا اقول لكم الطبق ده ايه. بصوا ما شاء الله الطبق طبعا بيتكلم عن نفسه وعن ذوقه وعن شكله الجميل. ويلا بينا تعالوا نخش الفيديو. سر وجمال الأكلة بتاعتنا النهاردة، يا ريت تتابعوني في الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتعملي لنا ايه النهارده؟ هعمل لكم القرنبيط. بص القرنبيط هتعمل ايه يا ام رؤية؟ هعمل قرنبيط. بص بقى القرنبيط حلو خالص وجميل وابيض وزي الفل، ده لسه طازه. ومعانا خضره ومعانا دقيق ومعانا شطه ومعانا كمون وكزبره وفلفل اسمر وملح ابيض ومعانا 3 بيضات. وانا دي نحط الميه بتغلي على النار زي ما انتم شايفين. طبعا الميه غلت، انا كده هبتدي اقطع القرنبيطه واحطها على النار، وبعد كده هرجع تاني هعمل معاكم الحواش ده. وفي سر في الحواش ده هحطه بيخلي القرنبيط مجرمش. اتمنى ان شاء الله كل اللي يخش القناه بتاعتي ان شاء الله يكمل الفيديو ويسمع الفيديو للاخر. واتمنى ان شاء الله اللي اول مره يخش القناه طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل اكلاتي اللي مختلفه اللي بعملها معاكم. وهروح كده هقطع القرنبيطه واحطها على النار زي ما انتم شايفين. ادي كده قطعت القرنبيطه وابتدي. بصوا قطعتها بالشكل ده، انا بحبها كده، مش بحب اللي بيبقى صغير وكده، لا انا احب بالشكل ده. وابتدي كده احط القرنبيط بتاعنا كله في الحله واحده. بعد كده هبتدي اعمل الخلطه او الوصفه بتاعتنا. وهسيبيها لما تعرفي خلاص يعني القرنبيط بتاعك بيجي لونه بني كده، لون كده مرض يعني، هنبتدي نطلعه ان شاء الله مع بعض. هاجي هنا بسم الله ابتدي اعمل الوصفه. بصوا سر الخطوه، ادي معايا دقيق طبعا، ومعايا دي معلقه عفوا معلقه نشا. معلقه النشا دي هي سر الخطوه، سر الخلطه دي كلها، هي اللي يعني اللي بتبقى بتخلي القرنبيط مجرمش وتسمع اصوات الجرمشه معاكم. انا ما كنتش هصور معاكم يعني كده، كنت هقعد في المونتاج. حطيت نص معلقه تاني عشان الصراحه بتبقى جميله جدا جدا وتحفه. تمام. بعد كده هبتدي احط شويه خضره، مش كله. هبتدي احط البهارات بتاعتنا كلها. بعد كده هبتدي اخلط كله مع بعض في خليط كده. بعد كده هحط البيض، ال3 بيضات هكسرهم واحطهم هنا. وادي كده كسرت ال3 بيضات. همسك بقى شوية مية زي ما انتوا شايفينهم، وهحط حبة زيت. الزيت ده هنا في الخلطة بيدي القرنبيط كده ايه، يعني بيدي لمعة حلوة وبيبقى برضو طعمه حلو. هنعمل الخليط كله مع بعض في قوام واحد. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم والاكلة هتعجبكم وتدوم اعجابكم ان شاء الله. بص بقى بعد ما ضربت القوام كله، بصوا بيجي ولا تقيل ولا خفيف، بيجي واحد كده اهو. بصوا تفضل طبعا هتعمل كده، انا طبعا عملت كتير كده اهو. بس هجرب الكاميرا برضو ليكم عادي ان شاء الله. انا طالبه اوردر حامل الستاند والموبايل وكده، ان شاء الله لما يجي ان شاء الله هتبقى التصوير احلى من كده تاني ان شاء الله. بس كده اهم حاجه اهو
بيجي القوام بتاعنا حلو خالص معانا. ودي الخضرة طبعا اللي انا خليتها والشبت والكلام ده عشان نحط بعد ما القرنبيط ان شاء الله يستلق على النار. هو لسه هو بيستلق لسه، حتى الميه مشدتش حيلها شويه معاه. اول ما يدي لون اصفر كده شويه هبتدي نحوشه مع بعض ان شاء الله. وانا باجي همسك القوام كل ده هحطه في التلاجة شويه، نظام يستريح كده ويبقى القوام بتاعه طبعا ادخل من كده شويه. فهبتدي احطه في التلاجة لحد القرنبيط ما يتسلق معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله، القرنبيط جميل جدا. بصوا صوت القرمشة، كرمش كرمشة. بصوا عامل زي الشيبسي، جميل جدا. وهي الطريقة بتاعتكم، هي دي الطريقة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله. هبتدي كده احط عليها الخضرة من فوق عشان يبقى شكله جميل وطعمه جميل. وهو ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده، بنتكلم عن طبق القرنبيط، وإن شاء الله هيعجبكم. وأتمنى كل اللي يخش القناة طبعا مينسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهو ده طبق القرنبيط بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.